أكلة الفسيخ والرنجة يوم الجمعة بيبقى ليها طعم تاني. تعالوا نشوف الفسيخ الحلو ده شكله إيه وعملناه إزاي، والأكلة الفخمة دي. يعني بجد بجد مفيش أحسن من الفسيخ والرنجة. أنا عندي أحلى من اللحمة وأحلى من الفراخ. أقسم بالله أكلة روعة. جبنا فسيخ وجبنا رنجة. تعالوا نشوف بقى عملنا إيه. طبعا بنقطع الراس. شوف الفسيخ ده حبيب قلبي حبيب قلبي يا ناس، حبيب قلبي. الفسيخ ده عندي. بصوا بقى، ما تقولوش فراخ ولا لحمة ولا أي حاجة. كله فسيخ، كله فسيخ وكله رنجة. افتح الرنجة كده وطلعي البطارخ الحلوة اللي فيها. البطارخ على فكرة اللي هي السمرة دي بتبقى أجمل من البيضة، والمرملة دي بتبقى جميلة جدا، أحلى من البطارخ اللي هي البيضة. بتبقى مش مستوية. دي البطارخ المستوية الحلوة. الله الله الله. يعني أنا مش قادرة أقول لكم، الفسيخ والرنجة دول حياة قلبي روح قلبي. وكلكم طبعا أكيد زي كده. في ناس كتير أوي 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 بتحب الفسيخ والرنجة. افتحي الرنجة بقى كده وعيني منها الشوك وكلي بقى. كلي. أنا أكلت بصراحة. يعني مش عارفة أقول لكم إيه، يعني الحل في الفسيخ والرنجة. الله الله الله. افتحي الرنجة كده ونضفيها واخليها، وحطي عليها زيت وليمون وقطعي عليها فلفل زي ما بتحبي تاكليها. كلي. المهم ان انت تاكلي فسيخ ورنجة. يعني مرة كل اسبوع مثلا، مرة كل شهر مثلا. انما ما نهجروش خالص. احنا بقى كده انا هنضف الفسيخ والرنجة اهو. اخليها كده من الشوك ونضفيها بالشكل ده اهو. ايوه. نضفي نضفي كل ده بقى. نضفي الرنجة كده وتخليها وتعيني منها اي شوك اهو. طبعا الشوك ده يا جماعة ما بيترميش، الشوك ده بيتمصمص بالواحدة كده. بصوا يعني ما اقولكمش احنا ما بنسيبش حاجة في الشوكة ولا في الرنجاية خالص بناكلها. يعني مش عارفة اقول لكم ايه، ما تخليش فيها حاجة. بصي بقى، اخلي بقى اللحم كده اهو. قطعت كده مني الجلد بس انا هعينها برضو اهو. اخلي كده اخلي. وبعد كده بقى ايه، خدي الكلام الحلو ده كله قطعيه بقى مكعبات كده. ايوه كده. نعين منها الجلد بس الاول خالص كده اهو. الله الله الله. اتفضلوا معانا يا جماعه. فسيخ ورنجة. الفسيخ اكل بصوا، يعني اكله روعه روعه روعه. يلا خدي الكلام ده كله بقى كده، حطيه في الطبق وقطعيه او خليه سليم زي ما تحب. كده انا فتحت الرنجة الاولانية من بطنها، دي بقى هفتحها من ظهرها، ودي الطريقة الاسهل اهي. افتحها من ظهرها كده هتطلع معاكي زي المهلبية. الله الله الله. هنا بقى البطارخ اهي. وننضف كده نخليها بقى من الجلد اهو. زي ما انت شايفة كده بتطلع سهلة خالص اهي. شوفوا. اخلي كده الرنجة كده. تمام تمام يا ام محمد. ونخش بقى على الفسيخ. نخش بقى على الفسيخ الزبدة. الله الله الله. أكلة فسيخ ولا في الأحلام. الله 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 على الفسيخ. شوفوا الفسيخ حلو ازاي. الله. كل يا ام محمد. اتفضلوا معانا يا جماعة. أنا عارفة إن أنا قومت نفسكم الوقت عن الفسيخ والرنجة. يلا قوموا هاتوا فسيخ ورنجة واعملوا على طول، ما تتأخروش. ما تحرموش نفسكم من حاجة. ما فيش ضغط وما فيش سكر وما فيش أي حاجة، وحتى لو في برضه هناكل فسيخ ورنجة. الله على الفسيخ. الله الله يفتح النفس يا جماعة. جنب العيش الطري بقى كده والبصل والليمون والجرجير والطماطم والخيار وكل حاجة حلوة كلها مع الفسيخ والرنج. وبعد كده بقى تحبسي بكوباية شاي بليمون. انسي بقى. انسي. هو ده الأكل اللي يرم العظم ولا بلاش. بطاطس مقلية ودي رنجة بقى مشوية. الله الله الله.
الله على الأكل الجميل اللي يفتح النفس. اتفضلوا معانا، بألف هنا وشفا للي أكل، وبألف هنا وشفا للي شاف. وهتروحي تجيبي فسيخ ورنجة الوقت، أنا عارفة قومت نفسك، فتحت نفسك على الفسيخ والرنجة. يلا قومي هاتي فسيخ ورنجة الوقت ياهو، ما شاء الله، وكلي فسيخ ورنجة متحرميش نفسك. ما تقوليش الفسيخ والرنجة ومش عارفة ايه، لا ده الفسيخ والرنجة دي أكلة الملوك. الله الله الله. كده أنا لسه بوضب في الأكل، لسه ما رستناش السفرة أو الطبلية أو على الأرض حتى، المهم إن احنا ناكل فسيخ ورنجة. الولاد والله ما مستنيين، عمالين ياكلوا. الله الله الله. استودعكم الله واشوفكم في فيديو جديد، ومع ألف سلامة.